النهارده هنعرفكم الغش في الميزان، الغش في الفراخ. احنا معانا السرنجه دي، ممكن الفرخه دي نوزنها تطلع تديها كيلو 5 جرام. ممكن انا بايدي اني، بس احنا مش هنعمل كده طبعا عشان ده حرام، احنا بناكل لقمتنا بعرق جبين. ممكن نحقنها بالميه رجلها هنا، ورينا ازاي بتتحقن ممكن تحت الجناح بدون ما نحقن، بس مش هنعملها نحن. انا بوريكم الطريقه بس عشان تبقوا واعيين وعارفين. ممكن احط السرنجه هنا كده وراح احقن الفرخه، تمام، تبقى الفرخه كده رجلها غليظه، لكن دي حرام. احنا بنتقي الله العين من بيوتنا عشان نتقي الله اكل عيشنا. هذه الفرخه زي ما هي. انا لو عايزه اخش في الميزان برضه، اديني انا حطيت قفص زي دي، القفص دي مصفر على البرنيكه، القفص ده كديه ده كده صفر. ادي القفص جاب معايا نص كيلو بالظبط. انا حاوزه من الفرخه عليها كده، الفرخه كده بقت كام؟ بقت نص كيلو. هذه الفرخه بحلال ربنا، هذه الفرخه. وفي البانيه بيكون ازاي؟ البانيه هات يا استاذ هشام، دي استاذ هشام ده صاحب المحل اللي هو مشغلني معاه. هات بانيه يا استاذ هشام، هنوري لهم الطريقه عشان ما حدش يتغش. هات شويه ميه يا استاذ هشام معلهاش. ادي البانيه معاني، شايفين طريقه البانيه؟ نحن بنوري لكم الطريقه دي عشان محدش يضحك عليكم. ادي البانيه وعين البانيه معانا صف ازاي، لكن احنا لو حطيناه في الميه هيدينا لون غير اللون خالص. شايفين؟ ادي البانيه وعين بسرعه ادانا اللون الابيض، وعين بسرعه ادانا اللون ايه؟ اللون الابيض. البانيه دي لو قعد في ميه لربع ساعه او ساعه بالظبط الكيلو هيدينا 2 كيلو. لكن ده حرام، حرام فعلا والله العظيم. اتقوا الله في اكل عيشكم عشان خاطر ربنا يبارك لكم. وفي طرق اخرى؟ في طرق اخرى للفراخ، للحمام، تبزيم الحمام. ممكن نشوف تبزيم الحمام على الفراخ؟ نحن هنختبر زي اللي هديها في حمامه او فرخه صغيره هي